انت جاي بيتي تعمل ايه؟ عشان ينام معي. ما حصلش يا رامي. والله طب هي تعمل ايه؟ لما ترجع بيتك وتلاقي واحد غريب مع زوجتك وتلاقيهم في وضع بيدل على انها كانت بتخونك معاه، لو قدرت تتحكم في اعصابك وما تجيبش سلاح وتقتله وترتكب جريمه، صدقني هي الخيارات كلها صعبه، بس ده عين العقل. كل اللي عليك ان انت بتلم الجيران عشان يبقى عندك شهود وتعمل لها محضر زنا، ودي بتحكم عليها 2 هي والراجل اللي معاها، ولم يصدر عليها حكم وتنحبس فعلا. في الحالة دي هي بتفقد حقوقها الثابتة بعقد الجواز، يعني ملهاش انها تطلب نفقة متعة او مؤخر صداقها، حتى حضانة الاولاد مش من حقها، دي زوجة خاينة تطلب اسقاط الحضانة عنها. اما لو اخترت الخيار التاني ان انت تنتقم لنفسك ولكرامتك وتقتلها هي وهو، فدي اسمها جريمة شرف، وده القاضي بيقدر انت عندك حالة غضب، ما قدرتش تتحكم في اعصابك، لقيت سلاح قدامك، ارتكبت الجريمه، وبيتحكم عليك من 1 إلى 3 سنين. اما الخيار الثالث بقى وان هو ما يوصلهاش للشرطه، بس يجيب اهلها ويهددهم بالفضيحه ويمضيهم على تنازل عن حقوقها وهي تمضي، وفي الحاله دي بيبقى هو الكسبان، اكبر مكسب ليه اللي يتخلص من زوجه زي دي.